من المسلسلات اللي قدرت تحقق نجاح جماهيري كبير جدا عند الجمهور هو مسلسل رمضان كريم، وده عند العرض الاول ليه في سنة 2017. وده ليه بقى؟ لان المسلسل ده بيحكي عن رمضان بكل تفاصيله وبكل حذافيره، وطبعا ده اللي جعل رابط قوي جدا بينه وبين المشاهدين، وخلى المشاهدين ينتظروا المسلسل ده بجزءه الثاني انتظار دام 5 سنوات. وعشان كده بقى بيقرر صناع المسلسل ده ان هم يرجعوا لنا في رمضان 2023 بالجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم. 4-7 تاني مرة. اكشن! اعمل لنا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناه وفعل جرس التنبيهات عشان كل جديد يجيلك اول باول. مسلسل رمضان كريم هيتعرض في سنه 2023 بجزء جديد، والجزء ده الناس انتظرته كتير جدا وطالبوا بيه كتير جدا، لحد ما المنتج احمد السبكي بيقرر ان هو يرجع ويعمل جزء تاني من المسلسل ده. الجزء التاني طبعا هينضم له ابطال كتير جدا جداد، وده لان الابطال بتوع الجزء الاول في منهم اللي اعتذر طبعا وفي منهم اللي رحل عن عالمنا. يعني مثلا يا سيدي الابطال الجديده اللي هتنضم في المسلسل ده زي صلاح عبد الله وبيومي فؤاد وحجاج عبد العظيم. والنجوم اللي اعتذروا طبعا عن تقديم الجزء الثاني من المسلسل ده هم روبي وشريف سلامه ورهام عبد الغفور وسهر الصايغ ومحمد محمود. كل دول ممثلين طبعا اعتذروا عن الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم. ممكن الناس تكون عندها شويه مخاوف من الجزء الثاني دوت، وتقول ان مثلا بسبب الاعتذارات الكتيره للنجوم والنجوم اللي ماتوا دول هيكون المسلسل فيه خلل شويه، ولكن خليني اقول لك لا، ممكن ما يكونش فيه خلل، وده بنسبه كبيره جدا. شفنا مسلسلات كتير جدا اتعمل منها أجزاء تانية بنجوم جداد خالص وقدرت ان هي تحقق نجاح جماهيري كبير، اقربها طبعا مسلسل الكبير قوي الجزء السابع واللي غابت عنه دنيا سمير غانم. وبالرغم عن كده المسلسل قدر ان هو يحقق نجاح جماهيري كبير جدا. واحد يجي يسالني يقول لي يا عم يوسف، طب دي نجمه واحده قدرنا نعوضها بنجمه تانية، او ندخل في سياق المسلسل مثلا رحمه احمد كده وخلاص عدت يعني، وباقي نجوم المسلسل موجودين زي ما هم. اقول له ان مش بس الموضوع ده بيحصل في مصر، بره مصر كمان في مسلسلات كتير جدا بنشوف ان النجوم بيتغيروا بشكل كامل، والمسلسل بيحقق نجاح كبير جدا في الاجزاء اللي بعد الجزء الاول منه. وده طبعا كله هيرجع للمؤلف احمد عبد الله. المؤلف احمد عبد الله هيكون عليه عبء كبير جدا ان هو يكتب سكريبت للمسلسل ده يكون كويس جدا ويداري الفجوات اللي هتحصل فيه من النجوم اللي اعتذروا والنجوم اللي رحلوا. ومش بس هيكون عليه العبء ده، لا، هيكون عليه اعباء تانية برضه، زي ان المسلسل مثلا في جزءه الاول كان بيدور احداثه في شهر رمضان في حارة شعبية، وعن رمضان وعن اللي بيحصل في رمضان مثلا. ولكن المؤلف احمد عبد الله بقى هيكون عليه مهمة صعبة جدا ان هو يخلينا ما نملش لما نشوف شهر رمضان بيتكرر تاني قدامنا ونشوف فيه احداث جديدة غير اللي حصلت في الجزء الاول ده. خلينا بقى نروح ونتكلم شوية عن قصة الجزء الثاني وايه هي قصته، وازاي هيقدروا يسدوا مشاكل وفاة الفنان محمود الجندي والفنانة احلام الجريتلي. طبعا محمود الجندي كان ليه دور محوري ومهم جدا في احداث المسلسل، وكان بيقوم بدور عم كريم، وكان طالع شقيق سيد رجب. اللي هيحصل هو انهم في سياق الحلقات كده في الجزء الثاني هيخلوا شخصية عم كريم او الحاج كريم اللي هو كان بيقوم بيها محمود الجندي تموت بالفعل في المسلسل. وده بعد ما ظهر في كواليس الجزء الثاني من المسلسل ده بالفعل محمود الجندي موجودة صورته ورا كريم عفيفي وعليها شريطة سودا، وكريم عفيفي كان بيلعب شخصية ابن الفنان محمود الجندي في المسلسل ده. فده معناه ان الفنان محمود الجندي او الشخصية دي هتموت في خلال احداث المسلسل برضه. وده اللي خلاني اقول لك في بدايه الحلقه ان المؤلف احمد عبد الله عنده مهمه صعبه جدا، ان هو يخلي سياق المسلسل مقنع لينا. يعني مثلا مش انه يخلي محمود الجندي مات لانه مات وخلاص، لا، يخليه مات فعلا بحاجه مقنعه لينا وللجمهور كله. خلينا نروح شوية بقى نتكلم عن الممثلين الجداد اللي هينضموا للمسلسل ده، وعن انهم ممثلين كويسين جدا وعاليين جدا وهيقدروا يسحبوا المسلسل ده في حتة تانية. من ضمن الممثلين دول طبعا الفنان صلاح عبد الله. طبعا الفنان صلاح عبد الله بيجيد جدا ادوار الحارة الشعبية، وده لانه عملها قبل كده في كذا مرة. ولكن خليني اقول لك حاجة، لحد دلوقتي مش مؤكد بشكل كبير قوي ان صلاح عبد الله منضم لاحداث المسلسل ده، ولكن هو منضم بشكل كبير برضه. وده ليه؟ لان صلاح عبد الله قال ان في تواصل دايم ما بينه وما بين شركه الانتاج ان هو يشارك في الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم. ومن جانب تاني برضه الجهه المنتجه قالت ان صلاح عبد الله توصلوا معاه لاتفاق ان هو يشارك في الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم.
لكن لو شارك طبعا في كلتا الحالتين الفنان صلاح عبد الله هيدي ثقل للمسلسل ده وهيكون حلو جدا واضافه للمسلسل. نروح لتاني فنان بقى معانا في المسلسل ده وهو الفنان بيومي فؤاد. بيومي فؤاد هيشارك في المسلسل ده بشكل مؤكد طبعا بعد ما مضى العقد وبعد ما صوره نزلت مع احمد السبكي ان هو مضى على عقد مسلسل رمضان كريم في جزءه التاني. وطبعا بعيدا عن الكوميديا بيومي فؤاد بيقدر ان هو يجيد في الادوار التراجيديه دي ويقدمها بشكل حلو جدا، وانا شايف برضو ان هو هيبقى اضافه كويسه للمسلسل. ظهرت برضو في خلال احداث المسلسل ده وويزو هي وزوجها شريف هيكونوا عيله جديده في الحاره. العيله الجديده دي بقى هنشوف لها احداث جديده طبعا وهنشوف لها خط درامي جديد. يجي حد بقى يسالني عن توقعاتي انا في المسلسل ده وازاي هيكون وهل هيكون مسلسل كويس جدا ولا لا. اقول لك ان المسلسل هيكون كويس جدا وهيقدر ان هو يحقق نفس نجاح الجزء الاول، بل انه هيحقق نجاح اكتر برضه. ليه بقى؟ لان في الجزء الاول ناس اتفرجت على المسلسل ده عدد محدود، لما المسلسل قدم شويه بقت الناس تخش على اليوتيوب وتتفرج على المسلسل اكتر فيعجبها اكتر فتنتظر الجزء التاني. فالمسلسل ده هيكون ليه شعبية كبيرة جدا لما يتعرض بجزءه التاني. وبالرغم من غياب ممثلين كتير عن الجزء التاني من المسلسل وممثلين رحلوا برضه، لأن المسلسل هو بنفس التركيبة بيحكي عن الحارة الشعبية المصرية البسيطة. وطبعا كل ده هنشوفه وهيتأكد لما المسلسل يتعرض في رمضان 2023. من المتوقع المسلسل ده طبعا هيتعرض على قناة DMC. خلينا بقى نتكلم شوية عن سيد رجب. سيد رجب يا جماعة هو من الممثلين التقال جدا اللي انت تحب تتفرج عليهم كده قدامك، تحبه قدامك كده في اي عمل. فسيد رجب في المسلسل ده اعتقد هو من الممثلين اللي عاطيين نكهة كويسة جدا للمسلسل. واعتقد كمان ان دوره السنة دي في رمضان 2023 في مسلسل رمضان كريم هيكون دور مميز جدا كالعادة من سيد رجب. ممثلة تانية برضه هتنضم لأحداث المسلسل ده وهي الفنانة سلوى عثمان، وهتلعب دور معلمة في المسلسل ده. أعتقد إن سلوى عثمان زي ما كلنا عارفين طبعا هي بتجيد الأدوار الشعبية جدا، نظرا طبعا لطبقة صوتها المتميزة جدا إن هي تقدر تلعب الأدوار دي. بس كده أعزائي المشاهدين بكده نكون اتكلمنا النهاردة عن تفاصيل كتير جدا عن مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، وعرفت معايا خلال الحلقة ديت عن كل اللي أنت عايز تعرفه عن مسلسل رمضان كريم، النجوم الجديدة بقى اللي انضمت وكل حاجة. سيبنا تحت في الكومنتات وقول لنا أنت مين أكتر شخصية بتحبها في مسلسل رمضان كريم. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة واشوفكم على خير في حلقة جديدة وسلام.